بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا وسهلا بكم يا محبين، يا حبايب قلبي، يا مشاهدينا الأعزاء. نبدأ بقصة جديدة وحلوة معروفة طبعا. دول الخليج. دول الخليج ما شاء الله. طبعا الكويت والإمارات والسعودية والبحرين وقطر والسعودية، معروف الخليج كامل باغتراب أجدادنا من قديم الزمن. فهذه القصة يعني مضمونها وكلامها كله عن من كانوا في المهجر. فالحضرمي سبحان الله مميز من بميزة طابعه وسلوكياته وتربيته، أن أعطته يعني ميزة سبحان الله من الله، هذه هبة. فالحمد لله، وإن شاء الله أجيالنا يحافظون على المكانة وعلى المرتبة هذه. يعني ما نقول حضرمي خلاص حضرمي نحن أحضار، نحن حضارة من الماضي والحاضر. الماضي عملوا تاريخ، الحاضر ايش بتعملون؟ نفس التاريخ تمجدونه وللافضل. هذا اللي بغيت بقوله بس عن خاصية الحضر. لكن القصة هي قصة في الكويت، وصارت القصص دي كثيرة، صارت في دول الخليج اغلبها هذه صارت فيها. يعني انا ما اجيب شيء من راسي، اجيب شيء واقعي. خلونا نتكلم عن الكويت. الكويت هي الكويت الحبيب. طبعا اهلنا وناسنا ومناطق شرق ومن شبوة ومن حضرموت ومن المكلم وكل مكان في الكويت والخليج، لكن الكويت أكثر. فالكويت لها ميزة خاصة ومحبة خاصة الله يعلم. فنبدأ إيش نقول في الكويت؟ نقول في الكويت كان في واحد من مناطق الشرق اللي بعد الشحر، تسمى مناطق الشرقية إلى المهرة، أنها تشرق عليهم الشمس، تشرق على مشرق الشمس، تسمى مناطق الشرقية. واحد رجل يشتغل عند عائلة كبيرة من العوائل العريقة في الكويت، العوائل لها مكانة، لها باع، لها تجارة، لها اسم، وما شاء الله تبارك الله. في عوائل كثيرة ما من دون نستقصى أو نقلل في شأن أحد، الكل على راسنا من فوق. فكان يشتغل عند أحد العوائل، رجل من أحد المناطق الشرقية، شرق المكلا. كان يشتغل عندهم وعايش معهم سنين وخلاص، يعرفون عز المعرفة والثقة موجودة، وكان رجل يمتاز بأخلاق حميدة وصفات طيبة وتعامل غير عادي راقي. فحبوا الناس وأصبحوا واحد منهم، وخلاص كأنه إلا منهم نفسه. فمرت الأيام والحمد لله الرجل عايش معاهم وكل شيء. جاءت حرب الكويت لما صدام غزا الكويت. الحمد لله على كل حال. ما نرضى والله لأي حرب تكون في أي دولة، حتى لا أجنبية، ما بالك في عربية منك وفيه. أنا ما نرضى اللي كان صار من العراق للكويت، ولا نرضى اللي يصير الآن في العراق، ولا نرضى اللي يصير في سوريا، ولا نرضى اللي يصير في اليمن، ولا في ليبيا، ولا تونس، ولا أي دولة. ما نرضى والله، لأن ما حد ما يحب نفس الشر، فلا تحب غيرك. فأهل الكويت طبعا ناس الله يقول الحق، ناس خيرين وطيبين ويا سلام الله عليهم. يعني ما قصدي أقلل في دولة ثانية، لا والله الكل على راسي الكل. فكان الرجال موجود. فالأسرة هذه الكويتية أبوهم العود، يعني أبو الدار، أخذ الأسرة كلها وهاجر برا، ترك ماله وحلاله وكل ما معه. أو أنا غلطان، أو كان برع هو أسرته كامل، كانوا زي تصيف صيفون أو شيء، إذا ما أنا غلطان. فكان الرجل موجود فين؟ في ماله وحلال الرجال. فبدأت الحرب، بدأ النهب، بدأت السرقة، فالرجال الرجال شاف الوضع سهل. فالرجال فكر انه كيف يحافظ على مال الرجل هذا كله كامل. فالحرب كان وضعها مش بسيط، كان القتل والضرب والنهب والرصاص والمقاومة من هنا والحرب من هنا. كانت في مقاومة داخل الكويت، في ناس استشهدت وناس ماتت وناس انضربت، والحرب ياخذ ناس حتى ما لهم ذنب. هذا مصايب الحرب يعني، ويتم ويرمل ويقتل، وفي ناس حد اليوم لا يدرون فينهم.
في غيابة الجب الله أعلم، أحياء ميتين راحوا مكان ثاني فاقدين للذاكرة الله أعلم. فكان الرجل إلا أنه أخذ نفسه ونزل على حضرموت، جاء إلى المنطقة في الشرق هناك وسكن فيها. نحن ما بنذكر أسماء ولا بنذكر أي شيء، ماشي داعي، فأهم شيء المغزى والهدف. فخلصت الحرب وخرجت القوات الكويتية العراقية ورجع تعافى الكويت من أمور الحرب. فالحمد لله رجعوا الكويتيين، رجع هذا التاجر هو وعياله، رجعوا أول مرة جاوا وشافوا وجاوا عياله، بدأ يرتبوا أمورهم يصلحوا الأمور، شاف نفسه رجع للصفر. الصفر، الذهب والمجوهرات والأموال والفلوس والعالم كله ما في، الدنيا مكسرة، الدنيا ما في. فتواصل مع ناس، من ناس لناس، وصلوا للشخص الموجود هذا هنا في الشرق، اتصل عليه من الكويت، فلان ايوه، قال له معك عمك الفلاني، اهلا كيفكم، كيف انتم اخباركم، الحمد لله على السلامه، جيتوا كيف الكويت؟ قال الكويت الحمد لله نحن بخير والكويت احسن والامور طيبه والناس ان شاء الله تصلح الامور كلها والناس متعافيه اللهم لك الحمد. قال له كيف عاد شيء من حالنا ومالنا وحلالنا؟ والله كله انسرق مع الحرب. قال له لا، حالك ومالك موجود. كان الصدمة التاجر الكويتي هذا غير عادي، قال له ايش تقول؟ قال له ايوه، مالك وحيالك كله موجود ولا ريال انسرق عليك. قال له انت على قول تتغشمر، يعني تضحك معاي، تصفط معاي، تضحك او تكلمني جد؟ قال له لا اكلمك جد، وعندك في بيتك في الفيلا. قال له يا ابو فلان، قال له والله ما اكذب عليك. قال له روح الحوش الفلاني، الجهه الفلانيه، في علامه معينه، احفروا بتحصلون كل ما لكم موجود تحت. بالفعل، وهذا في هل من نفس القصه او حصلت قصص كثيره من هذه في الكويت من الحضاره، اللهم لك الحمد، فضل من الله هذا. ومن ضمن القصص هذه، هل هذه او ثانيه، وثقوا توثيق، جابوا الصحفيين وحفروا ونشروا وصوروا وحصلوا الذهب ومجوهراتهم وفلوسهم وكل شيء غالي وثمين معاهم في الحفرة، فطلعوه كلهم. فأرسل للكويت على طول، من الكويت أرسل إقامة له ولأولاده وراتب شهري يستلموه حد اليوم الليل، مبسوط هو وعياله في الكويت. مجزى الإحسان للإحسان. الأمانة، نتكلم في هذه الحلقة عن الأمانة. الأمانة فقدت، الأمانة قلت، الأمانة شحت. الواحد ما يحصل فرصة مكان فيه فلوس يأمنونه عليه ينهب، يقطب قطب، لا إله إلا الله محمد رسول. مسؤولين في دول حكومية عن تجار، ناس يشتغلون يأكلون، إلا من رحم ربي. نحن ما بنقول الناس كلها بنخونها وما فيها أمانة، لا، موجودة بس قلت. سبحان الله، الدين له أثر في كل شيء. إذا قال الدين كل شيء قال، أنه منبع يغذي. فالأمانة رأس مال للشخص وهوية. فشوفوا كيف مجزى الإحسان للإحسان. الرجال طلعه هو وعياله من حضرموت، من المنطقة في الشرق، طلعه إلى الكويت وراتب شهري، وعش أنت وعيالك في نعمة، نعمة سببها أمان وصلته الفلوس. وهذا الله يزرعه فينا وفي عيالنا وفي كل المسلمين إن شاء الله، ويصلحنا جميعا يا رب. هذه قصة، وإن شاء الله في قصص ثانية، ومعي قصة عادة جميلة إن شاء الله بتكون في الحلقة الجاية. لا تنسون المتابعة الله الله.